الراجل ده لقى تليفون في الشارع، فصاحبة التليفون كلمت الراجل على التليفون بتاعها واتفقت معاه انه يجيب لها التليفون ويوصله لحد عندها. الراجل مجرد ما وصل واداها التليفون شكرته ومشيت. قال لها ثانية واحدة، انت رايحة فين؟ احنا اتفقنا انك هتدفعي لي تمن المواصلات. قالت له المواصلات ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ حاجة بسيطة. قال لها ازاي؟ انت كلمتيني وانا كنت في شغلي وقلت لك مش هقدر اجيلك، تعالي خدي التليفون، فطلبت مني ان اجيبهولك وانت هتدفعي لي المواصلات، واستأذنت من صاحب الشغل ومشيت وسبت حساب نص يوم علشان اوصلك تليفونك، وفي النهايه مش عاوزه تدفعي لي المواصلات. قلت له الكلام ده قبل ما اشوف التليفون شاشته مكسوره، حضرتك كسرت لي الشاشه. قال لها انا ما كسرتش حاجه، انا لقيته كده. قالت له انا ماليش دعوه، انا عاوزه تمن الشاشه اللي انت كسرتها. ففي واحده سمعت الحوار اللي بينهم فجت قالت لها انت بتقولي ان شاشه تليفونك سليمه، يبقى ده مش تليفونك. فسالت الراجل انت لقيت التليفون ده فين؟ قال لها لقيته جنب الموقع اللي بشتغل فيه. قالت له وانا تليفوني وقع في نفس المكان اللي انت حددته بالظبط، التليفون ده بتاعي، اتفضل، دي مكافاه علشان امانتك ودي فلوس المواصلات. اداها التليفون ومشي. فالست جت قالت لها على فكره ده تليفوني. قالت لها لا مش تليفونك، روحي دوري عليه وروحي جيبيه بنفسك من المكان اللي ضاع فيه التليفون. ايه رأيكم في تصرف الست دي؟ هل اللي عملته مع صاحبة التليفون كان صح ولا غلط؟ ولو انت او انتي مكانها هتتصرفوا ازاي؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.